الحوار أنها ستواجه الحكومة القادمة أم أنها ستكتفي بمتابعة أدائها للحكم لها أو عليها؟ لا، شوف، أولا الساعة نتيجة الحوار هذه باش نقدروا فيما بعد باش نواصلوه ما نواصلوهش. خلينا نشوف الساعة النتيجة هذه في حد ذاتها معناها شنو مغزاها السياسي. احنا نعتبر أن الوضع اليوم بعد جلسة نهار السبت تقريبا رجعنا لوضعية ليلة 25 جويلية. ليلة 25 جويلية فما ترويكا حاكمة وتعتبر أنه الأمور معناها ماشية بصورة طبيعية، حتى وإن كان ثم جزئيات شوية مشاكل، ولكن بصورة عامة الأمور ماشية على السكة بصورة طبيعية معناها تليق بمرحلة انتقالية وإلى آخره. وبالمقابل بدأت الإرهاصات الأولى نتاع تشكيل جبهة الإنقاذ من اجتماع نهار 9 جويلية لتشكيل جبهة الإنقاذ حول برنامج الدعوة لمؤتمر إنقاذ وطني. الوضعية هذيك اللي اغتيل فيها محمد البراهمي من ناحية المشهد السياسي العام، التشكل هذاك هو الآن رجعنا له. يعني تنجم تقول بمعنى من المعاني تقريبا قضينا من جويلية لتوا 4 شهور ولا 5 شهور وقت ضايع، لأن مشينا وفي الآخر رجعنا للوضعية تاع 25 جويلية. حكومة جديدة، المعطيات الآنية تو تقول أنها باش تكون حكومة تاع ترويكا جديدة، بما أنها عنوانها الأساسي رئيسها هو من حكومة الترويكا. تقريبا باش نرجع معناها مجددا في وضعية نفس الوضعية، ومعارضة اللي تعتبر نفسها ماهيش شريكة في اختيار رئيس الحكومة. لكن خريطة الطريق تنص على أنه تكون حكومة كفاءات وطنية مستقلة بالزال. هذا بطبيعة الحال هذا لازم نشوفوه. بقال سي العجمي راهو في النقاشات الأولى بعد 25 أكتوبر، بعد بدينا النقاش نهار 25 أكتوبر شكلنا لجنة باش توضع شروط تاع الترشحات لرئاسة الحكومة. طرح راهو في اللجنة المضايقة ب5 طرح مسألة إمكانية أن يكون عضو من الحكومة السابقة، واستبعد من طرف الجميع باعتبار أن هذيك حقيقة أبدية ما فيهاش نقاش من الجميع، من ال5 اللي كانوا موجودين، وتحطت حتى في وسط الجلسة العامة نتاع الحوار الوطني على أساس أن القضية محسومة هذيك مش مطروحة للنقاش. ما تمش التنصيص عليه، ثم محضر جلسة في هذا، تم التنصيص عليه، ثم محضر جلسة الشروط في لا ثم المنصوص عليها مكتوبة معلومة، لا ثم ليس منها هذا الشرط. لا ثم محضر جلسة في النقاط اللي يلزمها تطرح في مواصفات رئيس الحكومة. هذه قضية محسومة لأنها في خارطة الطريق بكل. أو سكتم عن ذلك لأنه مثلا كان من بين المرشحين في المدة الأخيرة مثلا السيد حبيب السيد، مثلا سي محمد كمال النابلي، مثلا سي عبد الكريم الزبيدي. لا حتى واحد مطرح، حتى واحد، لأنه خارطة الطريق تعني حكومة سي علي العريض، ما تعنيش الحكومات السابقة. خارطة الطريق تعني حكومة سي علي العريض اللي يلزمها تستقيل بكل، اللي يلزمها تستقيل بكل. هذا بتفسير شكون؟ بتأويل شكون؟ بتفسير الجميع. ما شنو مع خارطة الجميع مش لا مش لا لا لا, لا الجميع يسعى العجمي، الجميع متفقين وأنه في خارطة الطريق البند الأول استقالة الحكومة في بحر أسبوع، وتعيين رئيس حكومة عنده أسبوعين باش يشكل حكومة جديدة. يعني مرة أخرى أوجيك علاش، باش نقول لك علاش. خاطر سي محمد الحامي ما عطاش الحقيقة كاملة، يعني مش بإرادة منه هو، أعطاه النص. لا مش أعطاه النص، أعطاه حقيقة ناقصة حاجة تظهر تفصيل ما عنده حتى معنى، أما هو على غاية من الأهمية. اللي هو وقت اللي بقينا في 6 قدمت اعتراضات على أشخاص ما صارش حتى نقاش وخرجنا للفطور. ايش ثم نقاش؟ ما صارش نقاش. كيف نقبلوا بالاسم موجود ضمن القائمة أصلا؟ لا اسمعني عاد، وقت بقاو 6 يا سي العجمي. إلا إذا كنت أنت مصادر على المطلوب ضامن من البداية نسبب يا العجمي بقاو 6 أسماء. قام الشيخ راشد الغنوشي قال احنا محمد الناصر متعاون في موقفنا معترضين على وجوده على رئاسة الحكومة. سي الحبيب الصيد نفس الشيء. قام سي مولدي جندوبي قال راهو سي محمد صالح بن عيسى راهو ماهوش رافض. بقاو 3. سي حسين العباسي قال بالنسبة للرباعي نعتبره سي أحمد المستيري راهو كيف. لا، لماذا قبلتم بوجود سي مهدي جمعة ضمن القائمة أصلا؟ لا. لماذا قبلتم به موجود ضمن القائمة؟ لا لأنه تقدم الترشيحات. هذه تقدم الترشيحات. هي النهضة رشحته؟ لا مش رشحوها 10 أحزاب، وأنا خلينا نحب نقولها أن ال10 الأحزاب اللي رشحوه وقعت معهم خدمة بالمسبق. مع شكون؟ وقت معهم خدمة بالمسبق خاصة مع الرباعي. خلينا مش نكونوا واضحين، الرباعي يخدم أقنع
مجموعه من الاحزاب باش يكون في الوحده. ونحب نقول زاد بالوضوح ان نحن الرباعي طرح لنا في وقت من الاوقات تو منذ شهر التالي طرح لنا سي مهدي الجمعه على اساس انه انسان ينجم يترشح، ولكن هو بالنسبه له يعتبر انه وزير مستقل، انه وزير ينجم يقدم، انه معناها كفاءه، معناها تكنوقراط كبير الى اخره. وقال لنا ولكن نحن تقديرنا انه ما نجمش يكون رئيس حكومه لسببين. السبب الاول هو رساله سيئه باش نوجهها للشعب باش يجيبوا حد من الحكومه المتخليه، هذا الرباعي نفسه. وثانيا السبب الثاني هو كونه سي مهدي جمعه في الحقيقه هو كفاءه معناها تقنيه اكثر منه رجل سياسي، وما نجمش يكون على رئاسه الحكومه، ولذلك نحن كرباعي فكرنا فيه ولكن مش باش نرشحوه. هذا كلام قال لنا الشهر التالي راه. انا نقدر تلت هذا الشهر اسمعني انا نقدر من رشحوها او من دعم العجمي. انا نقدر انه طيله هذا الشهر الاوضاع معناها بقات على حالها، ما تقدمناش، ربما ثم حاله من الياس، ثم حاله من الخوف من انه معناها في الاخر معناها من الفشل، ما ثماش معناها خوف من الاعتراف بالفشل، خلى انه ربما الرباعي راجع معناها حساباته، وخلى انه الرباعي عمل اتصالات باطراف بما في ذلك الترويكا لاقناعهم معناها السي المهدي جمعه، واقنع احزاب ورشحوه 10 احزاب. لكن وقت اللي رشحوه 10 احزاب نحن كمعارضه قلنا وقت اللي رجعنا للجلسه، احنا كي رجعنا للجلسه ما رجعناش للتصويت، راه كيف رجعنا للجلسه ما رجعناش للتصويت، واول ما عبرنا عليه قلنا راهو بقاونا 6 اسماء، ما ثماش علاش تحصر في زوز. خاطر حسن العباس دوب ما رجعنا قال اي توا احنا باش نفرقوا عليكم اوراق، اللي يحب يصوت المهدي سي المهدي يصوت المهدي، اللي يحب يصوت السي جلول العياد يصوت السي جلول العياد، واللي ما يحبش يصوت يعطي ورقه بيضاء. قلنا له لا دقيقه احنا ما رجعناش راهو باش نصوتوا، احنا راهو نحب نقولوا حاجه، راهو احنا بالنسبه لنا اولا ما ثماش علاش، او محمد حاضر اذا كان غلط يصحح لي، قلنا ما ثماش علاش راهو باش نحصروا العمليه في زوز. احنا اولا نحبوا راهو فما 6 اسماء اللي تنجم تقول اصطفيناهم لك عمليه هذيك نتاع معناها عمليه ليليميناسيون التدريجيه هذيك، ثم 6 اسماء. اما 6 اسماء هذوما راه مش معقول وقت الاسم منهم يعترض عليهم طرف يأخذ بعين الاعتبار، الطرف اللي هو شكون؟ اللي هو حركة النهضة، واسم آخر يقع اعتراض عليهم من طرف الجمهوري لا يأخذ بعين الاعتبار، أو اسم آخر يعترض عليهم من طرف الجبهة الشعبية لا يأخذ بعين الاعتبار. معناها كان الفيتو يمشي كان مع حركة النهضة، ايش تحب تقول؟ راهو المنطق هذا ما يجيش، على خاطر ما كانش في الاخر رانا وكأن ولينا في منطقة نتاع الفيتو، وثم الفيتو ثم الناس عندها صلاحية. المستيري كيف تم إزاحة المستيري؟ هذاك الرباعي أزاحه. اي رباعي بناء على شنو؟ الرباعي بناء على ماذا؟ هو ايش يقول لك الرباعي؟ بناء على ماذا؟ الرباعي رافضوا. الرباعي عمل تعهد قديم من شهر التالي، وجاء بعده عمل تعهد انه الثنائيه سي محمد الناصر سي احمد المستيري انتهت، ولكن عاد بدليل انتم انفسكم كنتم محافظين على ترشيح سي محمد الناصر. لا وحل محلها معناها ثنائي جديد اللي هو سي جلول العياد سي شوقي الطبيب. كيف رجعنا معناها في المدة الأخيرة قبل معناها يوم 14 فك 3 أيام قبل نهار 14 الرباعي طلب إعادة فتح الترشيحات من جديد، وتحلت الترشيحات من جديد. كيف تحلت الترشيحات من جديد؟ بطبيعة الحال كل حد مسؤول على الترشيحات اللي قدمها. وقت اللي تقدم سي أحمد المستيري وتقدم سي محمد الناصر، بالنسبة للرباعي وقت أزيح سي محمد الناصر هو بالنسبة له يعتبر أنه من باب نقول التوازن في مخه قالوا زاد سي احمد المسيري تقع ازاحته، وهذا كيفاش هو معناها ازاح. فاحنا رانا ندوم رجعنا قلنا بالتبعيه احنا التبعيه هذه انا باش نقول لك التبعيه مرشحين في الجوله الاخيره قالت لن ارشح لن اقدم مرشحين جدد، رد بالك لا لن اقدم مرشحين جدد معناها متمسك المرشحين القدامى.